لما استخدمته طلع لي حبوب تحت الجلد كتير جدا، سمرني، ما جابش معايا اي نتيجه. تعال اقول لك بقى كلمتين مهمين جدا. الكومنت ده دايما بلاقيه تحت ريفيوز راندوم او حتى تحت الريفيوز بتاعتي على منتج ببقى بحبه جدا وواثقه فيه جدا، بس بلاقي بعض البنات بتقول كده. طب ده ليه؟ اول حاجه عايزاكي تعرفي ان بشرتنا مش زي بعض. انا ممكن استخدم حاجه تبهدل لي وشي حرفيا وانتي تستخدميها تخلي وشك عباره عن قطنه، فبتحصل عادي. ممكن نقعد نجرب منتجات كتيره لحد ما نوصل ايه الاكتيف انجريدينت اللي ماشيه مع وشي واللي وشي حاببها. يعني مثلا على سبيل المثال البنات كلها بتحب الفيتامين سي وانا مش بحبه، ناس كتير بتتأذى من الريتينول وانا بشربه. تاني حاجه بقى لازم اعرف الروتين بتاعي كان عامل ازاي. يعني مثلا لو برودكت سمرني، هل انا بحط سان سكرين؟ هل انا بجدده كل ساعتين؟ هل اصلا السان سكرين ده كويس؟ هل انا بحاول ان انا استخبى من الشمس كويس؟ فدي حاجات مهمه جدا. طلع لي حبوب تحت الجلد وطلع لي حبوب، لازم اتاكد ان انا الغسول بتاعي كويس وبينضف لي البشره بتاعتي. اصلا بستخدم ايه معاه؟ مجايز ان انا بستخدم مرطب مثلا كوميدوجينيك، يعني بيحبس الدهون تحت الجلد. هل انا بشيل الميك اب كويس باويل كلينزر او بمايسيلر ووتر؟ هل انا بنضف شاشه الموبايل؟ هل انا بغير اكياس المخده؟ وكتير من مسببات الحبوب. قبل ما احكم على برودكت لازم اخلي بالي من النقط دي، وده مش عشاني، ده علشانك، علشان الفلوس اللي انت دافعاها في البرودكت دي ما تروحش عليكي. لازم تتاكدي ان انت عامله احتياطاتك كويس قبل ما نحكم على اي برودكت. وانا عامله كل احتياطاتي والبرودكت ده اذاني، سمرني، عمل لي احمرار، بوقفه تماما وبعرف ان الاكتيف انجريدينت دي مش مناسبه لبشرتي. لو عايزين فيديو بقى اقول لكم فيه تعملي ايه لو بشرتك اتاذت من منتج وعايزه تصلحي بشرتك، سيبيلي تحت في الكومنتس.